التلات بنات اللي ورايا دول عملوا نفس التركايه وما شاء الله نجحت معاهم نجاح منقطع النظير، اللي هو الدقن حرفيا اتعملت اتشفطت. خلينا نكون متفقين على حاجه، التلات اللي ورايا ما عندهمش ده. انا مسميه ده لغد محشي ماما. مش محشي بس بصراحه، هو محشي على صينيه البطاطس وصينيه المكرونه البشاميل بتاعت ماما. هل هذه الهيك هتنفع مع اللغد العتائي ده؟ يلا بينا نجرب. اهو يا جماعه يبقى اسمي نلت شرف المحاوله. قالوا كده هجيب فرشه رفيعه ودرجه كونتور من الباليت ديت بتاعه فريفر 52. بصوا هي عملت كده وهي حرفيا حطت درجه الكونتور كده وما استخدمتش فرشه، هي دمجت بايدها. فخلينا نعمل زيها وندمج بايدنا. بصوا انا هعمل ناحيه وناحيه لا عشان نشوف لو في فرق ولا مفيش. اعتقد ان دي اقصى حاجه في الدمج ممكن اكون وصلت لها. اغلب الوقت لما بعمل هاكس انا بشوف نتيجه وانتوا بتشوفوا نتيجه تانية خالص غير اللي انا شايفاها. يعني الحاجه اللي بشوفها حلوه انتوا بتشوفوها وحشه، والحاجه اللي بشوفها وحشه انتوا بتشوفوها حلوه. فالمره دي انا مش هتكلم بجد، مش هقول لكم رايي، هسيبكم انتوا اللي تحكموا في الكومنتات. هل فرقت في شكل الدقن واللغد ولا ليها اي 30 لازمه؟